عباك صارت قلب. عجبني اليوم أجرب أسوي بالمكرمية أو خيوط المكرمية جنطة، كلش عاجبني شو هو يعني هيك يسوون. حقعد أدور على فد مدير معين نسوي سوية اليوم، ف let's go. ندري هو أبد مو شي صحي بس الدنيا حارة. حدور في الطريقة أطبقها، يعني باعوا هواي أكو طرق موديلات. أصدقائي راح أسوي هاي الطريقة لأن حسيتها هي أحلى وحدة وأسهل وحدة، وطبعا إذا نجحت راح أسوي أكثر إن شاء الله بالمستقبل. فهاي راح أسويها هسه حنسوي الخيوط، قالت 8 خيوط. هاي طبعا يعني شلون الحبل ما تشتف، وبعدين خيوط أخرى للهاي. فأنا هسه حقصقص كل الخيوط وأحضرهن حتى بسرعة أبلش. راح أسمع الكتاب ياباني. طبعا أنا أحتاج لهذا المشروع 8 كوردز 450 سنتيمتر، يعني تقريبا 36 متر، بس على مود اليد ما تشتف. اوكي، يعني تخيلوا هذا اول خيط قطعته هو تقريبا 4 مترات ونص. بعدين 16 كورد مرتين او 300 سنتيمتر، يعني هو المشروع كله 132 متر احتاج. هو المفروض هذا ب150 متر as you see هنا كاتبين 150 متر. فأتمنى إنه الخيوط تكفي. دا أحس الموضوع صعب وجد حق أصقص، فحعلق شي أباوعه حتى الوقت يمشي، لأنه يعني شنو هاي إيش هذا. سويت أول 8 كوردز 450 سنتيمتر، حرفيا قست الحجم مالتهم بالغرفة يعني حرفيا. حنبدأ. راح أبلش أخيرا. أول شي حنسوي عقدة المربع. هي الفكرة وين؟ الفكرة بالخيط شطولاته. يا الله ما أدري، أحس روحي أني غلطانة بالقياس، بس هي والله. خليني أشوف البنية بسرعة خيطها خلاص. سويت أول جزء، هسه راح أقلبها وأكمل الجزء الثاني. هاي يكون 8 خرزات تقريبا. شو 1 2 3 4 5 6 7 8. فهسه حسوي الجهة الثانية 8. هاي حتكون على الكتف. باعوا صارت اليد مال الجنطة كلها. بعدين لازم نبدي بالجنطة، بس هسه أنا كلش تعبت. راح أسوي لي غدا. باعوا ساعة 4:30، فراح أسوي لي غدا، يلملم المكان طبعا، وراح أنزل أسوي لي غدا.
وهاي لو أكملها اليوم لو باكر أنا كلش تعبت. أوكي أصدقائي راح نسوي أكل. بابا جاب لي البارحة هذا النودلز، هذا النودلز الكوري، بس شنو اكو شي بيه اخاف انه اكله، واللي بيه البهارات اللي جتي وياه. ليش؟ لان بيها مأكولات بحرية، وحاطين من ضمن المكونات بالصلصة انه رخويات حبار وهذا مدري شنو اسمه. فصراحة اخاف انه يطلع حرام او شي، لانه اسماك ما بيها قشر. اوكي فشنو راح شو اسمه استعمل بس شو اسمه هاي مالته المجفف، من بيها سمك والباقي ملفوف وجزر وهيك شي، يعني هذي ما عليها شي. والمعكرونة نفسها يعني هي ما بيها بس دقيق وهالشغلات. وتأكدت من المكونات مالتها. وحسوي انا صوص الثوم اللي كنت قبل فترة سويت لكم، بس هسه حسوي هذا اللي دائما يحكون عنه واللي هو الطرش الكوري او هيك شي. هي مو كل المكونات عندي، بس ححاول اسوي نفسه بالخيار. فيلا خلينا نسوي شي. هي هيجي قصات طريقة مجربتها قبل بالبوتيتا وجبت العيد يعني وقتها. اللحظة الحاسمة صار يا جماعة. ياي اوكي نحط ملح. استعمل هذا الثوم، ثوم بابريكا بصل هذا اخضر، طبعا ما عندي بصل اخضر حستعمل من هذا شوية. تحطون بابريكا صويا، يصير طعم كلش طيب. السوب راح نستغنى عنه، وهاي راح نستعملها. ما بين تنسلق راح اغسل المواعين لانه كان يتغدى بس. هي ناقصها بعد طعم، مو سيء. والله لذيذ هذا كلش لذيذ، بس الاندومي خيب املي. فاهي يحتاج له طعم، ما اعرف شنو اسوي له حتى يصير طعم بيه. سويت هاي 16 وبعد 16 وحدة وبقالي بس هذا. يا رب حيكفي لو لا ما ادري، اخاف انه اقصقص هسه هاي 16 الباقية. لازم اقصقصها هسه حتى بعد هاي ابلش. حقصقصها هسه.
عود دنيس شنو خبصة. طبعا شنو هسه اني حكمل هاي المكرمية لحد ما انعس وانام. نختم الفيديو، حنروح نسوي هسه التودو ليست مالتنا حتى نختم الفيديو. بس بقى على الغرفة كلها خيوط حرفيا، وفوقها الخيوط ما كفت. اعتقد ان هنا ننهي فيديو اليوم. اذا حبيتوا اليوم الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك، وايضا تشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات لان عندي هواي محتوى جاي ان شاء الله. وايضا كتبوا جوا بالتعليقات شنو رايكم بهذا المحتوى وشنو انتم تسوون. تابعونا على انستغرام اليومياتي، هناك ننزلها. ولهنا ننتهي فيديو اليوم. احبكم هواي هواي، ولا باي ولا هلا، الله وياكم.